ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انتوا عارفين انا موجود فين النهارده؟ انا موجود في البرنابيو. ريال مدريد 6 مارس 1902 تولد فريق في قلب العاصمة. استاد اعظم نادي في العالم، نادي ريال مدريد. انا النهارده بحقق حلم من احلامي، طول عمري كان نفسي اجي الملعب ده. كان نفسي بصراحه ان انا اجي واكون لعيب كوره وكده، بس مفيش نصيب. بس جيت ان انا ازور المتحف اللي جوه واشوف كل البطولات. لو عايز تتفرج على استاد ريال مدريد من جوه، اعظم نادي في العالم كله، كمل معايا الفيديو للاخر. اول حاجه بتقطع التذاكر، ممكن تقطع التذاكر من عند البوابه هنا، وممكن تقطع التذاكر اونلاين. انا كده دخلت جوه. زي ما قلت لكم التذاكر 3 انواع: تذكره كلاسيك لازم تروح على الميعاد المحدد بتاعك، وممكن التذكره الثانيه اللي هي تقطعها وتروح في اي وقت، والتذكره الثالثه ان انت بيكون معاك مرشد بقى سياحي بيقول لك على كل حاجه. اول ما بتدخل بيكون موجود قدامك كل حاجه وصور للفرق من زمان 1975. طبعا اللي حقق لي الحلم بتاعي ده موجود معايا هنا في نفس المكان. دي اغلى واحلى حاجه في حياتي كلها. احنا وصلنا الدور اللي هنبدا فيه الجوله داخل الاستاد. اول حاجه العلم بتاع ريال مدريد، تاني حاجه حاطط لك صور للبطولات 1960 1966. بصوا شكل التيشيرتات كان عامل ازاي زمان، والشرابات بصوا الشراب عامل ازاي. دخلنا جوه في كل مكان صور البطولات 1998 2000 2002 راؤول وزيدان، وهنا 2014 كاسياس والفرقة الجامدة جدا. بعد كده بندخل على الغرفة دي. الغرفة دي فيها كل التفاصيل بتاعة الاستاد، وبيشرحوا فيها كل حاجة لأن الاستاد تم تجديده. وهنا عندهم الصورة دي بتوضح ازاي بيشيلوا النجيلة بتاعة الملعب، وعندكم في الفيديو كده تقدروا تبصوا ازاي بيشيلوا نجيلة الملعب خالص من الملعب، عشان بيحطوها تحت في غرف بيعتنوا بيها، بيعملوا لها اشاعات وبيعملوا لها ري وصيانة وكل حاجة تحت الملعب. كل الحاجات دي بتبقى موجودة تحت الملعب. فشوفوا السيستم ازاي معمول ان هم يشيلوا نجيلة الملعب كلها. ليه بقى؟ عشان بيعملوا احتفالات وبيعملوا مهرجانات على الاستاد جوه، عشان الجمهور يبقى موجود برضه في اي احتفالات او في اي بطولات تانية. هنا بينزلوا النجيلة تحت وبيعملوا لها الاشعة الليد، بيعتنوا بيها، وبعد كده بيرشوا عليها مية وبيتم الصيانة كلها زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. هنا الغرفة اللي بتحكي تاريخ النادي من تاريخ انشائه 1902. سانتياغو برنابيو عندما كان يشرف على بناء هذا الملعب عام 47 سمع وهو يقول للعمال لا أريد ملعبا كبيرا فقط، بل أريد ملعبا يجعل أوروبا تبدو صغيرة أمام ريال مدريد. يا عمال، لا أريد منكم أن تبنوا ملعبا كبيرا فقط، وإنما ملعبا يجعل أوروبا تبدو صغيرة أمام ريال مدريد. وكأنه كان يقرأ الزمن. والشاشة دي تقدر تتحكم فيها وتقدر تجيب تفاصيل كل رؤساء الأندية والتواريخ كلها وجوازات السفر وأول كورة وكل البطولات واللعيبة من أول إنشاء النادي. هنا صور للعيبة محطوطة والتواريخ 1960 1966، وهنا زيدان 2002. ودي الجزمة بتاعته، الجون الشهير بتاعه، الجزمة بتاعته موجودة هي قدامكم في الفيديو 2002. بص الجزم 2002 كانت عاملة ازاي. تاريخ كبير وبطولات كتيرة ولاعيبة جامدة. راموس 2014، وبعد كده كريستيانو 2016. هنا أول جزمة وأول شنكار. شايفين أول شنكار كان عامل ازاي؟ قلعة مليئة حقيقة بالكؤوس والألقاب. الفريق الذي غاب في موسمين غير مدربوه، لكن يبقى النهج. هذه المسألة الثابتة ستجده على منصات الكؤوس، إنه لا يترك خزينته تذهب خالية الوفاض.
وده أول بطولة دوري سنة 1932. وهنا آخر بطولة 2024 دوري. وده الدولاب اللي فيه 36 بطولة دوري. وده الكاس بتاع أول بطولة دوري أبطال أوروبا 30/5/1957 زي ما انتم شايفين كده. وده البطولات كلها 15 بطولة دوري أبطال أوروبا. ودي آخر بطولة 2024. وهنا الجوائز الفردية بتاع كريستيانو رونالدو هداف الدوري، وجوائز أوروبية، وأفضل لاعب. ريال مدريد 6 مارس 1902 تولد فريق في قلب العاصمة لم يعرف وقت المؤسسين أنه سيكون نادي القرن وأعظم نادي في تاريخ الكرة. ليست استنتاجات ولا ملاحظات، نحن نتكلم من خلال أرقام، من خلال تاريخ محلي هو فيه بألقابه الرقم 1 وتاريخ وأمجاد في أوروبا، وأوروبا تعرف وأوروبا تشهد وكل القارة تعرف ريال مدريد. وبصراحة الأوضة دي جميلة جدا. أوضة كل لعيب ليه شاشة بيشاور للجمهور وبيسلم عليكم، بيعمل لكم باي باي وبيسقف لكم. ده للناس اللي هي جاية تتفرج وبيشجعوكم برضو ان انتوا جايين تتفرجوا عليهم. وهنا من أقدم جزمة كورة وأقدم كورة وأقدم تيشيرت بالتواريخ بتاعتها لغاية أحدث جزمة كورة وأحدث تيشيرت برضو. عزيز القوم، كبير أوروبا، سلطان اللعبة الأوروبية، عظيم الكرة الإسبانية، اسمه رهيب، الريال ديما عجيب، عملاق بمجده، بتاريخه، بألقابه، بنجومه وجمهوره. وبعدين بقى بتنزل تقعد تتصور على دكة البدلاء، وبعدين بندخل على غرف التغيير الملابس للعيبة. وبعد كده اخر حاجة بتبقى موجودة في الاستاد الستور، عشان لو عايز تشتري هدايا، لو عايز تشتري لبس النادي الاوريجينال، لو عايز تشتري الشعارات او الكور مرسوم عليها شعار النادي، والمجات زي ما انتم شايفين كده. كل حاجة موجودة. في دباديب برضو عليها شعار النادي، وشنط للاطفال. والستور بتاعهم كبير جدا اللي موجود في الاستاد، وكور. كل حاجة موجودة جوه الستور بتاعهم، والشال، كل حاجة. وبعد ما بتخلص الستور الشاشة دي مكتوب عليها شكرا بكل اللغات. والشاشة دي برضو موجودة وانت خارج من الملعب خالص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير.